بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائنا الزملكاوية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكلام اللي هقوله دلوقتي أنا مش هزهق منه، وهفضل أعيد وأزيد فيه لغاية ما أتأكد تماما إن بجد جماهير الزمالك اقتنعت بيه. يا إخوان، إحنا جايبين مدير فني جديد في نص الموسم، وجايبين عدد من الصفقات كبير جدا في نص الموسم. بمعنى أصح إن قوام الزمالك في التشكيل الأساسي في المباريات القادمة بداية من مباراة الإسماعيلي هيكون 60-70% منه لعيبة جديدة. ربما نشوف أداء ملوش مثيل، بلاش نهلل ونفرح، أو أداء سيء للغاية، بلاش نزعل ونهد المعبد، لأن بمنتهى البساطة جوزيه جوميز والناس اللي معاه هيفضل يغير ويشكل ويشيل ده ويحط ده ويلاعب اللاعب الفلاني، وربما يلاعب لاعب في غير مركزه بس عشان يوصل للمكان والشكل اللي هو عايزه والأداء اللي هو عايزه، وفي النهاية بإذن الله هينجح. ثقوا تماما في المدير الفني، وثقوا تماما في اختيارات الإدارة للمدير الفني، وثقوا في اختيارات المدير الفني لتشكيلة الفريق، وبإذن الله الخير كله للزمالك. رسميا الزمالك يعلن عن المدير الفني الجديد. اعلن نادي الزمالك رسميا عن تعيين البرتغالي جوزيه جوميز كمدير فني للفريق. الاسم الذي كان معروف منذ فتره، والذي وقع على عقود تدريب نادي الزمالك، وتم الاعلان عن توليه المهمه بصوره رسميه وعبر كل منصات التواصل الاجتماعي الخاصه بنادي الزمالك. تم كتابه: رحبوا معنا بمدربنا الجديد جوزيه جوميز. هذه الكلمات كانت مصاحبه لصوره للمدرب في مهمته الجديدة. إعلان بسيط هادي، بدون ضجة، بدون فيديوهات، بدون قصص. الزمالك يودع عبد المنصف. وجه نادي الزمالك الشكر لمحمد عبد المنصف مدرب حراس مرمى الفريق السابق عقب قرار رحيله عن الجهاز الفني الجديد بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، وذلك بسبب أن جوميز قرر اصطحاب مدرب حراس مرمى في جهازه الفني الجديد، وهو لويس فيزنتي مدرب حراس المرمى بدلا من عبد المنصف. وكتب الحساب الرسمي لنادي الزمالك عبر فيسبوك: شكرا عبد المنصف، وبالتوفيق لك في خطواتك القادمة. معتمد جمال يحسم مصيره. أكد مصدر من داخل نادي الزمالك أن معتمد جمال حسم موقفه من الاستمرار في الجهاز الفني للفريق، حيث كان الزمالك قد قرر تعيين البرتغالي جوزيه جوميز كمدير فني للفريق. مصدر من داخل الزمالك أكد أن معتمد جمال قرر الموافقة على الاستمرار في الجهاز الفني للزمالك برفقة جوزيه جوميز، وسوف يتواجد معه في تدريبات الفريق يوم السبت من أجل التنسيق معه حول المرحلة القادمة في فريق كرة القدم في نادي الزمالك، إلى جانب تحديد الأدوار الفنية داخل الجهاز الفني. كما أن هناك اتجاه قوي للإبقاء على أحمد مجدي مع معتمد جمال ليكون ثنائي مصري متواجد في الجهاز الفني الجديد للفريق. والله أنا كنت شايف من الأول إن معتمد جمال هيكمل، وشايف إن الصح إن معتمد جمال لازم يكمل على الأقل لنهاية الموسم. جوزيه جوميز ما يعرفش أي حد في الفرق، ما يعرفش اي حاجة عن الدوري المصري اكتر من اللي شافه في فيديوهات او شافه من مباريات حتى عن طريق التلفزيون، انما ما يعرفش فعلا الفرقة وضعها ايه وشكلها ايه، ولازم معتمد جمال كان يكمل. حقيقة المفاوضات مع مهاجم حرس الحدود. خرج محمود ممدوح مهاجم فريق نادي حرس الحدود للتأكيد على تواجد مفاوضات من جانب نادي الزمالك للتعاقد معه خلال موسم الانتقالات الشتوية. محمود ممدوح وعبر تصريحاته أكد على تفاوض الزمالك معه من خلال الكابتن أحمد سليمان، مؤكدا أن إدارة حرس الحدود لديها الرغبة في الإبقاء عليه لنهاية الموسم، ولكن هو على المستوى الشخصي يتمنى نجاح المفاوضات والانتقال للزمالك. محمود ممدوح هو هداف دوري المحترفين حاليا، ويتواجد في اهتمامات عدة أندية في الدوري الممتاز من بينها الأهلي. سبق وأبدى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأحمر إعجابه باللاعب ومستواه فنيا وبدنيا. هان اللعيب لعيب جامد جدا بكل أمانة، بسم الله ما شاء الله، بدني قوي جدا، حاجة تفكرك كده بعمرو زكي ومصطفى محمد. الزمالك يفاوض الجونة. تواصل تم ما بين إدارة نادي الزمالك وإدارة نادي الجونة من أجل اللاعب أحمد حسام مدافع الفريق الساحلي، حيث يرغب الزمالك في ضم اللاعب إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. اللاعب وهو مدافع الجونة والمنتخب الأولمبي. ترى إدارة نادي الزمالك أنه لاعب صغير السن وسيكون مفيد في المستقبل للزمالك بالنسبة لخط الدفاع.
من العروض التي قدمها الزمالك للحصول على خدمات اللاعب هو انتقال محمد اشرف رؤى ومعه لاعب اخر من قطاع الناشئين، الى جانب مد اعاره احمد محمود لاعب الزمالك المعار للجونه لمده موسم اخر. حتى اللحظه ترفض الجونه هذا الامر وتتمسك بالحصول على مقابل مادي نظير الاستغناء عن اللاعب، وفي انتظار ما ستسفر عنه الساعات القادمه. حقيقه تعثر تلك الصفقه. كشف مصدر من داخل نادي الزمالك عن اخر تطورات اتمام صفقه اللاعب مصطفى اشرف القادم من نادي بروسيا مونشنجلادباخ الالماني. مصدر من داخل الزمالك اكد انه تم حجز مقعد للاعب في قائمه الفريق، ولكن النادي الالماني حتى الان يطلب مبلغ اكبر. في المقابل تحدث والد اللاعب عن سبب تاجيل الاعلان عن تلك الصفقه، مؤكدا ان ذلك يرجع الى تواجد ضغط في الوقت الحالي على النادي الالماني بسبب غلق القيد في المانيا، حيث لا يمتلك النادي الالماني اي بديل للاعب، وهو ما يجعله يفكر في تاجيل الصفقه الى الصيف. ولكن حتى الان الزمالك لا يزال يحاول ضغطه وبقوه من اجل اتمام تلك الصفقه خلال موسم الانتقالات الشتويه الجاريه، نافيا تواجد اي نادي جديد في الصفقه. في المقابل اكد مصدر من داخل الزمالك ان كافه الصفقات التي تم الاعلان عنها انتهت، ولا يوجد سوى صفقتي السوري محمود الاسود ومصطفى اشرف هي التي لم تنتهي حتى الان. اكاد اقسم ان صفقه مصطفى اشرف دي لو فشلت هنشوف قبل يوم 6 الجاي اللاعب بتيشيرت النادي الاهلي. هو اسلوبهم وطريقتهم الحكايه معروفه، هم عايزين يعملوا اي صفقه يبقى فيها بروباجندا عشان يفضلوا باينين قدام جمهورهم ان هم مجلس البوم طخ اللي ملوش مثيل ويقدر ياخد اي صفقه هو عايزها. تعليق بس صغير على تصريحات الاخ محمد شكري باك شمال نادي سيراميكا كليوباترا واللي انتقل اليهم من النادي الاهلي. التصريحات اللي قالها الولد على ان الاولويه عنده للنادي الاهلي، ولو الاهلي مش عايزه يبقى ممكن يروح الزمالك عادي، التصريحات دي مش اول مره تتقال. الكلام ده اتقال من محمد شكري قبل كده وفي حوار تلفزيوني قبل حل ازمه القيد اصلا بتاعت نادي الزمالك، وقبل الزمالك ما يبقى عنده القدره على شراء اللاعب. بعيدا طبعا على سيراميكا كليوباترا والطلبات الغريبه اللي بيطلبوها، وناس تقول لك طالبين 40 مليون وناس تقول لك طالبين 60 مليون، في الوقت اللي احمد سليمان بيقول ان صفقات الزمالك كلها ما عملتش 55 مليون جنيه، هنجيب لاعب واحد بضعف المبلغ ده، ما علينا يعني. لكن اللاعب واضح وصريح، واللاعب من الاول قال نفس الكلام، وانا شخصيا بالنسبه لي محمد شكري لاعب غير مرحب بيه. اللاعب اللي الزمالك مش اولويه اولى عنده ما يلزمنيش. اللاعب اللي ما يعرفش يعمل زي ناصر ماهر وعبد الله السعيد محاربه عشان خاطر يجوا الزمالك ما يلزمنيش. اللاعب اللي ما يصبرش على الزمالك زي ما محمد شحاته صبر سنه كامله من يناير اللي فات ليناير الحالي عشان ينضم للزمالك برضه ما يلزمنيش. وصول صفقه الزمالك الجديده. وصل الى الاراضي المصريه اللاعب ياسر حمد لاعب المنتخب الفلسطيني تمهيدا لانضمامه الى الصفوف الابيض. اللاعب الذي انضم الى صفوف نادي الزمالك في الفتره الحاليه وصل الى مصر، سيخضع لكشف طبي في الساعات القادمه، ومن بعدها ينضم لتدريبات الفريق الاول لكره القدم في النادي. اللاعب الذي شارك مع منتخب بلاده فلسطين في بطوله كاس اسيا، حيث ودع المنتخب الفلسطيني البطوله من دور ال16 بعد الهزيمه من منتخب قطر بنتيجه 2-1. اللاعب تم قيده في قائمه الفريق الافريقيه والمحليه تمهيدا للمشاركه مع الفريق في كافه البطولات محليا وافريقيا. وانا بس عندي تعليق صغير قوي، انا عارف ان ياسر حمد بسم الله ما شاء الله صحيا الله اكبر الله اكبر يعني يجر قطر، بس ايه قصه ان انا اوقع مع اللاعب واخلص معاه وايده محليا وافريقيا وبعد كده اعمل كشف طبي جديده دي؟ الزمالك خاطب كل الصفقات الجديده، ابلغ نادي الزمالك لاعبيه الجدد الذين تم التعاقد معهم خلال الايام الاخيره بموعد المران الاول لهم مع الفريق، حيث ان الزمالك تعاقد مع عدد كبير من اللاعبين بصوره رسميه لدعم صفوف الفريق، ليتم ابلاغهم جميعا بالتواجد في ميران الزمالك يوم السبت، وهو اول ميران للفريق بعد العوده من الامارات والمعسكر الذي اقيم هناك، وخاض الزمالك عدد من المباريات الوديه. سيعود الفريق لتدريباته الجماعيه يوم السبت، وسيتواجد كل اللاعبين الذين تم التعاقد معهم في الميران ليسجلوا اول ظهور لهم، وكذلك الجهاز الفني الجديد بالكامل. تعليق سيف فاروق جعفر على العوده من جديد. حرص سيف فاروق جعفر لاعب الزمالك العائد من جديد الى صفوف الفريق، العوده التي جاءت في فتره الانتقالات الشتويه الجاريه، حيث عاد اللاعب الى صفوف الزمالك بعد ان رحل عنه في بدايه الموسم.
طبعا قصه سيف فاروق جعفر كلنا عارفينها، وقصه ان هو عقده انتهى وقعد مع رئيس النادي وصور فيديو على انه بيجدد تعاقده، وبعدين خد العقود ومشي وراح بيراميدز. سيف فاروق جعفر وعبر صفحته على تويتر نشر صوره لنفسه بتيشيرت نادي الزمالك وعلق عليها بكلمه واحده: موطني. تصريحات تبشر بالخير. خرجت تقارير اعلاميه وصحفيه للتعليق على زياره الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس اداره الزمالك الى قطر واستقبال رابطه مشجعي الزمالك له هناك، حيث تواجد حسين لبيب في قطر واستقبله هيثم فاروق نجم الزمالك السابق ورئيس رابطه مشجعي الزمالك في قطر. تساءلت الجماهير عن سبب تلك الزياره، وهل وراها شيء لصالح الزمالك مثل الحديث عن عقد رعايه قطري او صفقه جديده. الكاتب الصحفي عمرو الدردير وعبر حسابه على الفيسبوك تحدث قائلا: رابطة الزمالك في قطر بقيادة الكابتن هيثم فاروق تستقبل الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة الزمالك في مهمة خاصة جدا. وصبحي عبد السلام كتب قائلا: لبيب في قطر، يا مسهل يا رب. زي ما قلت لحضراتكم، القصة ملهاش علاقة بلاعبين أو صفقات، القصة بمنتهى البساطة في عقد رعاية ربما يكون تاريخي بالنسبة لكل أندية الدوري المصري. عودة لاعب الزمالك المعار. أعلن نادي بلدية المحلة وبشكل رسمي عن عودة اللاعب طارق علاء إلى نادي الزمالك مرة أخرى. طارق علاء الذي كان معارا إلى بلدية المحلة من الزمالك تم الإعلان من جديد عن عودته للأبيض. حساب بلدية المحلة عبر الفيسبوك كتب قائلا: اللاعب طارق علاء يعود إلى نادي الزمالك، شكرا ونتمنى لك التوفيق يا طارق. كان الزمالك قد طلب عودة طارق علاء للفريق خلال يناير الحالي لدعم خط وسط الزمالك، خاصة وأن اللاعب لم يحصل على فرصة حقيقية مع الفريق المحلاوي. رسميا موعد نهائي بطولة كأس مصر. تقرر بشكل نهائي إقامة نهائي كأس مصر عن موسم 22-23 ما بين قطبي الكرة المصرية الزمالك والأهلي يوم 13 مارس المقبل في شهر رمضان. المباراة بنسبة تتعدى 90% هتكون على أرض ملعب استاد القاهرة. المباراة في رمضان، وبإذن الله هتكون مباراة من المباريات الصعبة المنتظرة أمام الجهاز الفني الجديد والفريق الجديد لنادي الزمالك، وبإذن الله بإذن الله تلقى التوفيق لفريقنا. رمضان يعني مفيش شياطين، وانتوا فاهمين بقى. طبيعة إصابة أحمد فتوح. كشف التقارير من داخل الزمالك عن طبيعة إصابة اللاعب أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق التي تعرض لها مع منتخب مصر خلال مواجهة الكونغو في دور ال16 من أفريقيا. كان أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك وعبر تصريحات تلفزيونية تحدث أن إصابة أحمد فتوح مع منتخب مصر سوف تحتاج إلى من شهر لشهر ونص علاج. ووفقا لتقارير من داخل الزمالك فإن إصابة فتوح عبارة عن مزق في الخلفية وتحديدا في أحد الأوتار، وذلك وفقا للفحوصات الطبية، فإن تلك الإصابة سوف تحتاج إلى من شهر لشهر ونص فترة علاج. مشكلة إن الزمالك ما كانش عامل حسابه في القصة دي، وبناء عليه مشى أكتر من لاعب في مركز الباك الشمال، منهم طبعا عبد الله جمعة وحاتم سكر وأخيرا أحمد زكي، واللي ما كنتش أتمنى أبدا أبدا أحمد زكي على وجه الخصوص رحيله. فأصبح الزمالك بيمتلك محمد عبد الشافي بس، في ظل إن احنا داخلين على كمية مباريات صعبة وصعبة جدا إن محمد عبد الشافي لوحده يسد فيها. في النهاية بتوجه بكل الشكر لحضراتكم على حسن المتابعة والاستماع، مع وعد بتجدد اللقاء. تقبلوا تحياتنا مؤمن شلبي ومحمود فاروق من قناتكم كرة كل يوم مع مؤمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.